بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل. اليوم وفي هذه الحلقة الجديدة نلتقى مع الأديب خالد محرم. In the name of God, the most gracious, the most merciful, may God's peace, mercy, and blessings be upon you. Our dear viewers, today, in this new episode, we meet the writer Khalid Muharram. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مصر وطننا، وطن أصل كل شيء في الحياة، حتى الأديان هي الأصل، وكل حضارة على الكوكب الأرض هي مصر النبت الأول لها. تتخيلون حضراتكم إن السبحة أصلها مصري، ومصر قديم، ومن عندنا من أرضنا. كانت زي ما انتم شايفين، كانت 30 حبة عند أجدادنا قدماء المصريين، وعندما جاءت المسيحية زود عليها المسيحيين 3 حبات لكي تصبح 33 حبة، نفس عدد سنوات السيد المسيح رضي الله عنه على الأرض. وعندما ظهر الإسلام استمر المسلمون يتعبدون بهذه السبحة التي صنعها الأشقاء المسيحيين بنفس الحبات بتاعتها 33 حبة. ثم في أجيال لاحقة تم مضاعفتها 3 مرات لكي تصبح 99 حبة بعدد أسماء الله الحسنى. ده في الإسلام، ليصبح هناك سبح صغيرة وسبح كبيرة، وهكذا حسب عدد الحبات. وكلمة سبا هي مصرية قديمة، وتعني الضوء أو النجمة، ومنها جاءت كلمة سبح وسبحة. سبح لأول شمس، أو سبح لأول شمس وضوء الشمس، وهو البازغ رع. ولا زالت عادة عند المصريين القدماء قبل صلاة الفجر أن يسبحون بالسبحة وهم بيبسملوا ويتلون أوردتهم عند الاستيقاظ من الصباح الباكر. ولهذا تضاف السبحة إلى العديد والعديد والعديد والعديد، إلى الأوائل التي تم نبتها من أرض مصر. خالد محرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مصر وطننا، وطن أصل كل شيء في الحياة، حتى الأديان هي الأصل، وكل حضارة على الكوكب الأرض هي مصر النبت الأول لها. تتخيلون حضراتكم إن السبحة أصلها مصري، ومصر قديم، ومن عندنا من أرضنا. كانت زي ما انتم شايفين، كانت 30 حبة عند أجدادنا قدماء المصريين. وعندما